النهاردة هنشرح الشكل اللي قدامكم ده وهو ازاي نعمل شكل 3D من قطع او من صورة احنا بنقطعها لكذا شكل. طيب في الاول احنا بنفتح ابلكيشن كانفا زي ما احنا متعودين طبعا. بعدين بندوس على علامة الاضافة، ومن هنا بنقدر نختار الحجم اللي احنا هنشتغل عليه. بندوس على منشور فيسبوك افقي، طبعا ده الحجم اللي احنا بنشتغل عليه علشان احنا بننزل الديزاينات بتاعتنا على فيسبوك. طيب بعدين بندوس على علامة الاضافة مرة تانية وبنختار العناصر. بعدين بنكتب كلمة فراولة في السيرش طبعا زي ما احنا شايفين. طبعا احنا متعودين ان احنا نعمل كده دايما. بعدين بنروح على الصور وبنختار الصورة اللي ما تكونش طبعا مدفوعة وهي مجانية زي ما احنا متعودين اهي. بنبدأ ناخد الصورة دي نصغرها بالحجم اللي احنا حابين نشتغل عليه ونحطها في نص الديزاين. بنكررها مرة واتنين وتلاتة. كده عندنا 4 نسخ طبعا من الصورة، فبنبدأ نقصها زي ما احنا شايفين. ادي اول جزء اهو، طبعا ده الجزء العلوي. بعدين هنعمل جزء تاني للمنتصف اهو. طبعا بنظبطها علشان يبقى شكل الفراولة مظبوط. نحاول نظبطها على قد ما نقدر، وبعدين بنقص الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا. بنقص الجزء الثالث، وبعدين بنقص الجزء الاخير وهو الجزء الرابع وهو الجزء الاسفل من شكل الفراولة. كده الشكل عندنا تمام. بعدين بنبدأ نحط الشكل في نص الصورة برضو زي ما احنا متعودين، وبنبدأ نخلي المساحة ما بينهم واحدة. هنا مثلا المساحة 57 ما بين الكل. بنبدأ نظبطها اهو، نخلي شكل مثلا واحدة يمين واحدة شمال زي ما احنا شايفين، مفيش أي مشكلة. وبعدين بنظبط الشكل 57 57 57. تمام. بعدين بنبدأ بقى ندخل على العناصر مرة تانية وندوس على الأشكال ونختار شكل الدايرة. عندنا اهو الأشكال، نختار شكل الدايرة. بنبدأ نظبط شكل الدايرة بحيث إن احنا ندي الشكل طبعا يكون 3D أو ثلاثي الأبعاد، مفيش أي مشكلة أهو. بنبدأ نظبط الحافة طبعا مع بعضها، طبعا الحافة هنا مع الحافة هنا علشان ما يبقاش الشكل خارج بره الفراولة أو الفراولة نفسها خارجة بره الشكل. طيب بنكرر نفس العملية تاني مع الشكل المقطوع تحت. طبعا احنا بندوس على علامة التكرار هنا، لو حد ما خدش باله هتلاقي علامة الإضافة موجودة جوه مربع أو علامة زائد جوه المربع، فدي معناها تكرار للشكل اللي انت شغال عليه. زي ما احنا شايفين هنا كبرنا طبعا الشكل شوية علشان يدينا إحساس أكتر إن هو ثلاثي الأبعاد. بنعمل كده مع الشكل اللي بعده برضه اهو. بنحاول نظبط الحافة مع بعضها زي ما احنا قلنا قبل كده. بنكرر برضه نفس الفكرة وبناخدها بالشكل. آخر شكل معانا هو الشكل اللي تحت خالص من الفراولة نفسها. طيب ظبطنا الشكل اهو مع بعض. لقينا طبعا الشكل اللي فوق مش مدينا نفس الإحساس اللي مديهولنا الشكل اللي تحت، فهنبدأ نعرضه شوية وبعدين نحاول نظبطه مع الحجم طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده. خلاص الشكل بقى موجود معانا ومظبوط وتمام وزي الفل. بندخل طبعا على علامة الإضافة مرة تانية وبنجيب شكل احنا كنا عاملين عليه سيرش قبل كده، هو شكل كده طرطشة عصير. بنبدأ نحط طرطشة العصير دي من تحت كده اهو. بنعمل الوضع إلى المؤخرة وبعدين اهو كمان مرة إلى المؤخرة علشان نظبط الشكل مع بعض. طيب كده على ما أظن الشكل تمام. احنا طبعا صغرنا الحجم بتاع الشكل. نبدأ نحددهم كلهم طبعا ونصغرهم بشكل أكتر شوية. زي ما احنا شايفين جبنا الطبقات وبعدين جبنا تحديد وبعدين حددنا الشكل كله وبعدين هندوس على تجميع وهنبدأ نصغره. طبعا احنا شفنا خلاص صغرنا الشكل اهو. هنبدأ ندوس علامة الإضافة مرة تانية وهندخل على العناصر وهنكتب ستروبري كوكيز ليتر، ودي طبعا هتظهر لنا مع بعض كده شكل موجود عبارة عن فراولة ولكن مكتوبة حروف، فاحنا هنكتب بيها اسم الفراولة بالانجليش من فوق. ودي هنحاول برضو نختصرها مع بعض شوية لأن هي البحث عن الحروف في الموضوع ده كان صعب علينا شوية، فما قدرناش أصلا نحصل على كل الحروف، ولكن الفكرة كانت موجودة في دماغنا فحبينا إن احنا نوريكم هنعملها ازاي. طبعا بعد ما جبنا الحروف اللي قدرنا نحصل عليها اهو حددناها. طبعا احنا حذفنا الجزئية دي من الفيديو علشان ما تبقاش حاجة طويلة على الفاضي. طبعا ما دام احنا عرفنا نجيب العناصر دي ازاي خلاص مفيش اي مشكلة. طبعا عملنا لهم تجميع علشان نصغرهم كلهم مع بعض، وبعدين هنعمل لهم تفكيك العنصر نفسه اهو. فككنا العناصر اللي احنا جمعناها مع بعض، وبعدين طبعا اول حرف موجود من فوق هيبقى اخر حرف،
واخر حرف موجود من تحت هيبقى هو اول حرف. طيب زي ما احنا شايفين قسمنا الحروف اهو بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، مفيش اي مشكلة. وبعدين جبنا لون الخلفية، هنغير لون الخلفية نخليه الاحمر، وبعدين هندخل على علامة الإضافة مرة تانية، وهنجيب إضاءة ونعمل أهو. عملنا سيرش على كلمة إضاءة، مفيش أي مشكلة برضو. جبنا الإضاءة اللي غير مدفوعة وحطيناها، كبرناها الأول طبعا علشان تبقى شكل مناسب مع الصورة اللي احنا شغالين عليها. خلينا النقطة اللي موجودة في النص خلف الفراولة نفسها علشان ما يبقاش الشكل ظاهر بشكل طاغي. بنروح على الوضع وبنعمل إلى المؤخرة، وبعدين بندوس على اللون بتاعها ونغير اللون ده بنخليه باللون الأبيض. طبعا ده الشكل النهائي للشكل بتاعنا، وأتمنى إن احنا نقدر نطبق الشكل ده. ومنتظرينكم إن شاء الله على الجروب بنتولا كوميونتي علشان تقدروا تبعتوا لنا الشكل بتاع الديزاين اللي هتعملوه إن شاء الله وتطبقوه. في انتظاركم جميعا، وبالتوفيق بإذن الله. السلام عليكم.